السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. شايفين اللي أنا فيه؟ رايحين يجيبوا لي أكل من بره. أعمل فيهم إيه بس؟ أعمل فيهم إيه عيالي دول؟ لا ودي تيجي برضو، مش هسيبهم، أنا مش هسيبهم. شايفين البنية، كنت عاملة أكل ومظبطة وحاطة العيش ومظبطة لهم أكل جميل قبلها بيوم، وعامله لهم البانيه ومتبلاه بطريقه تعالى اما اقول لكم عملت ايه. حبه اللبن اللي كانوا عندي، انا عارفه ان انتوا شفتوهم في الفيديو اللي فات، بس برضو كان عندي بقيتهم. ما انتوا لازم تعرفوا اللي حصل لي، لازم يصرفوا ويكلفوا ويجوا لحد عندي واكل بيتي يقولوا لي قال ايه هناكل من بره يا ماما، اصل احنا بنحب الريزو يا ماما. لا وعلى مين؟ شايفين التتبيله؟ طبعا احنا عملناها في الفيديو اللي قبل كده، قلناها مع بعض. تعالوا بقى نشوف احنا عملناها ودبناها وظبطناها. فاكرين بقى احنا فككنا البانيه وظبطناه وظبطنا كل حاجه. طبعا غسلته طبعا وظبطته غسله كويسه بملح وليمون، وروقت عليه الليمونه اللي قلتلكوا عليها اللي كانت ناشفه دي، مسبتهاش في حالها برضه، رحت ماسكاها كده مظبطاها. وهنا بقى بعد ما ظبطت كده الدنيا هعمل ايه؟ هقول لكم واحده واحده وخليكم معايا. انا مش مطوله الفيديو عليكم عشان تشوفوا كل تركايه في الفيديو، مش مطوله الفيديو عشان كل تركايه متفاتكوش. الفيديو اسهل منه مفيش وسهل جدا. بصوا بقى، انا هنا حطيت بانيه سليم وفي بانيه انا قطعته مكعبات كده صغيره، بدل ما اقلي واقعد اقطع بيتهدر معايا والكفر بتاعه بيتخلع. لكن انا عملته كده هقليه مره واحده. بس هقليه ازاي؟ هتشوفوا. بعد ما قطعت البانيه كده حتت صغيره، والمقص بيسهل عليا عن السكينه بكتير. جربوا المقص او فكره المقص دي، انتوا مش هتنسوها اساسا ولا هتبطلوا ان انتوا تعملوها. بصوا تبلته تتبيله وشبعته، ورغم كده عملت لهم منه الاكل وبيته في التلاجة. لكن على مين؟ قلت لهم انتوا رايحين تجيبوا لي رزو من بره؟ طب تعالوا لي هاتوا لي يا عيال شويه الصوصات دي من بره. جبت كل حاجه ب5 جنيه. بصوا جبت المايونيز بس ولا ب10، عشان انا بحب المايونيز اكتر، هما كمان بيحبوا المايونيز، فقلت ادام كلنا بنحبه نجيب منه بزياده. كاتشب مش قد كده يعني، هما فيها بصراحه وده بس اللي بياكلها. جبت معلقه زبده ومعلقه زيت، يعني حسب ما انت هتعملي الرز. ماشي، عايزه رز بلدي ماشي، عايزه رز بسمتي ماشي، كله شغال. وعملت حبه ايه، معلقه من كل حاجه، 2 مكعب مرقه ومعلقه من كل حاجه. صويا صوص، باربيكيا صوص، لا ما حطيتش صويا صوص، حطيت باربيكيا صوص. هكتب لكم المقادير على الشاشه. حطيت ورق لورا وحبهان، وحطيت مستردة، حطيت كاتشب، حطيت باربيكيو صوص، وحطيت قرفة، وحطيت قرنفل او المسمار، وحطيت ورق لورا وحبهان، وظبطتها كده، حبهان او هيل حسب ما انتوا بتقولوا. والزبدة بقى بتنقل الرز في سكة تانية خالص، سواء مصري او لا. طبعا المية هنا ما كانتش سخنة قوي، وحطيتها اول ما المية غلت انا حطيتها. وده الرز البسمتي بعد ما غسلته ونقعته، ان هم كانوا اخر حبة عندي وبقالهم شوية، فحسيت ان هم يعني عايزين يتغسلوا بصراحة، انما ما بغسلش الرز. غسلتهم وحطيت بودرة الزعفران، اديته مش حطيت كتير بصراحة، اديته لون جميل وزي الفل. جبت لهم الاطباق دي، ما هي موجودة عندي، هم لما بيجيبوا بخزنهم واشيلهم له عشان اعمل لهم التركات دي. طبعا هنا جبت دقيق، وجبت رشة بودرة الزعفران، وجبت رشة صغيرة خالص، وجبت بقسماط. البقسماط ده اللي انا عاملاه في البيت، ما بنشتريش اي حاجة من بره. كل حاجة في الفيديو ده ما بنشتريش فيه اي حاجة من بره. طبعا الصوصات احنا بنجيبها جاهزة، اسهل علينا يعني، بتسهل علينا كتير. يعني انا جايبه صوصات ان انا ما بحبش المستردة والباربيكيو صوص ده والحاجات دي، انا ماليش فيها قوي، بس لما بتخش في تتبيلات وكده بتبقى حلوه مش وحشه. بصوا بقى، انا تبلت واحده واحده كده، وخليت كل حاجه ايه يعني مع بعض، بس
واحده لوحدها. يعني انا بحط كله مع بعضه كده، اللي هي القطع، وانا مش عاملاها قطع صغيره، ان كده كده حتى لو حته بانيه عاديه وكبيره اكيد اكيد هتكش. فانا عملت قطع كده زي ما انتم شايفين، والقطع الكبيره اتقلت عادي زي البانيه العادي، وطريقه سهله وبسيطه. حابين بقى انتوا تحطوا دقيق وميه والكلام ده ومن غير بيض، انا قليت من غير بيض. عرفت الرز طبعا، رحت حاطه، بصوا الجمال، عشان تعرفوا ان كل حاجه تعملوها في البيت هتبقى احسن وانضف من بره بكتير بكتير بكتير. يعني انا فتحت الاكياس فتحه صغيره من الجنب من المقص كده، عشان انزل منها ايه، سنه صغيره بسنه صغيره كده، سرسوب كده، مش عايزه انزل منها كتير وهدر كتير. ده كان مفتوح سنه كبيره، بس على قد ما اقدر كنت بضغط عليه عشان ما ينزلش كتير. مايونيز بقى وجماله، مدي ايه قوام تحفه. بصوا شايفين التركات؟ امال ايه، ما ده تكات وحركات كده او انت. لازم نعمل كل حاجه بتاعت بره. حرفيا الرز كان رهيب، الرز كان احلى من البانيه نفسه، والبانيه احلى من الرز نفسه، كله احلى من بعض. وكمان معلقه من بتاعت بره. امال ايه، مظبطاهم ومروقه عليهم. انا ما برميش اي حاجه ابدا، الا اللي عايز يترمي برميه طبعا. ودوت كله متظبط وعلى الشعره. جربوه والله والله ما هتندموا. ولادكم هيفرحوا بالاكل ده وهيحبوه وهيعشقوه كمان. جربوا كل التركات دي هتلاقوها، وحصري عندنا احنا وبس. اشوفكم على خير، مع السلامه.